اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. يلا بقى يا حبيبة أختك، تعالي معايا، هاتي بصلتك وهاتي حلتك وتعالي نشوف هنعمل ايه. هنعمل ايه بقى يا شهرزاد؟ هنعمل دلوقتي طريقة المكرونة البشاميل المميزة، حلوة أوي، هنعملها بطريقة حلوة. تمام. هنعمل ايه؟ هنجيب بصلايه اول حاجه، هنخرطها كده خرط رفيع ويدوبك تتكرمل كده معانا، تتكرمل. انا ما بحبش البصله تكون نيه على على اللحمه، لان انا عندي ولادي ما بيحبوش البصل ني في اللحمه. فانت لو عايزه حبيبه اختك تحطي اللحمه وبعد كده البصل، حطي عادي مفيش مشكله. بس جربي الطريقه دي حلوه قوي. كرملي البصله وحطي عليها اللحمه وانزلي عليها بالتوابل اللي هي ايه، فلفل اسود وكمون وبهارات لحمه وورقتين لورا وبعد كده بقى جبنا الخضار بتاعنا زي ما انتوا شايفين، اللي هو ايه، عباره عن ايه، قرن فلفل اصفر واخضر وحبايه قوطه كده، هتخلي لك اللحمه مسكره وجميله جدا. خلاص كده عصجنا اللحمه بتاعتنا وخلصناها، هنركنها بقى على جنب. طبعا كده احط الحله دي فيها ميه؟ لا، قلت ايه، انا اعمل في دي الاول البشاميل وبعد كده ايه نعمل المكرونه. جبنا حله كده وحطينا فيها حوالي نص كوبايه زيت وحته سمنه بلدي كده حلوه، معلقتين سمنه بلدي كده. كتري كتري وبلاش تستخسري يا حبيبه اختك. وحطينا حوالي 6 معالق دقيق. كل كيلو لبن عليه 4 معالق دقيق يا حبيبه اختك. انا كنت جايبه كيلو ونص لبن، فحطيت 6 معالق دقيق. وبعد كده نزلت باللبن الحليب، ورحت ايه، بصراحة البشاميل كنت عاملاه المرة دي تحفة تحفة. اعمليه بالتكات والحركات دي هيعجبك قوي. طبعا عملت ايه، نزلت باللبن ونزلت بمعلقتين جبنة موتزاريلا. تمام. حطينا الجبنة الموتزاريلا في قلب البشاميل، وحطينا الملح، حدقناه يا دوبك الملح اللي احنا عايزينه. تمام. وبعد كده بقى حطيت الحلة التانية اللي انتوا شايفينها دي، وحطيت فيها 4 اكياس مكرونة، الكيس 300 جرام. ورجعت تاني ليكم للحلة البشاميل اللي حطيت فيها مكعب مرقة دجاج، وحطيت فيها فلفل اسود، وحطيت فيها كمون. بس هي دي البهارات بتاعتنا. وجبنا الويسك بتاعنا بقى ايه، قلبنا ايه الحله زي ما انتم شايفين. اوريكم بقى البشاميل اللي كده جوسي والتحفه، مش قادره اقول لكم، جميل جميل. معلش بقى اعذروني، انا بقالي يومين تعبانه، كان عندي دور برد، مش قادره اقول لكم، حتى صوتي باين عليه. بالله عليك يا حبيبه اختك، استحلفتك بالله حطي لي اللايك وحطيني في قلبك يا قلب اختك. وجبنا بقى المكرونه، كانت اتسلقت طبعا. مكرونه البشاميل يا جماعه ما بتتغسلش ما بتتغسلش. جبنا المكرونه كلها وحطينا عليها نص البشاميل، وبعد كده هنقسم المكرونه نحطها في حاجه تانية، ونرجع نحط عليها اللحمه. طبعا كده انا قسمتها، الحله قدامكم انا حطيت فيها المكرونه. لازم تعملي لي الحركه دي، حلوه قوي قوي، جربيها. حطي البشاميل على المكرونه كلها. تمام. عفوا والله عندي برد، معلش يا جماعه. وجبت كده حته جبنه مجزوريلا كده حلوه بنت ناس، قطعتها على قلب اللحمه بتاعتي بعد ما حطيتها في النص. ونزلت بقى بالبشاميل بالنص التاني، ونزلت بالبشاميل زي ما انتوا شايفينها، خليتها جوسي. كانت تحفه وكانت جميله، ما حطيتش على الوش اي حاجه. وبعد كده حطيتها في الفرن وطلعتها زي ما انتوا شايفينها كده. بس هو ايه، تتلسع منكم زي ما اتلسعت مني كده. وقطعتها ايه، وزي ما انتوا شايفين الولاد ما استنوش، بصي كانوا واكلين منها ازاي، كانت ريحتها وطعمها تحفة. ما لحقتش اصور معاكم، كلوها قبل ما اصور. يلا يا حبيبة اختي، اسيبكم على خير ومع الف سلامة، ويا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم، واشوفكم على خير، وباي باي. بصوا بقى الحلاوة والجمال، يا خرابي مش قادرة اقول لكم على الطعم كمان، ما شاء الله ما شاء الله، تحفة. بألف هنا وشفا للي ياكل، والله العظيم صينية مكرونة تخش القلب، تخش القلب. حطيني في قلبك يا قلب اختك، حطيني في قلبك وحطي اللايك بالله عليكي، واستحلفتك بالله تحطي اللايك. بصوا بقى طعمها اللهم بارك.